مرحبا، أنا أنفال العبيدلي مالكة شركة تصاميم الجميلة لتصميم الديكورات الداخلية. متحمسة حدي إني أبلش قناتي الجديدة على يوتيوب في عالم التصميم الداخلي. إذا كنتوا تحبون الأفكار الإبداعية والمميزة سواء بالمساحات الصغيرة أو الكبيرة فأنتوا بالمكان الصح. بهذه القناة راح أشارككم كل ما يتعلق بعالم التصميم الداخلي، من كيفية اختيار الأثاث وأسرار تنسيق الألوان وأفكار التأثيث خصوصا في المساحات الصغيرة وبأقل التكاليف. فإذا أنتم حابين تحولون منازلكم إلى بيوت مريحة وأنيقة وجميلة وبنفس الوقت عملية ومن غير تكاليف ضخمة، قناتي راح تكون مصدر الإلهام لكم. أول فيديو راح يكون على قناتي هو كيفية تأثيث الصالة خصوصا في الشقة الصغيرة وبأقل التكاليف وباحترافية. لا تحاتون، أنا محافظة على جيوبكم. أهم شيء عندي إنكم تحصلون على التصميم الأنيق والمريح والعملي يلبي متطلباتكم واحتياجاتكم اليومية. راح نكتشف مع بعض شلون نختار الأثاث بشكل مناسب للمساحة بحيث إنه يخدمكم من غير ما تكونون مزحومين. فإذا كنتم متحمسين حق الانطلاقة مشوار قناتي بيوتيوب لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يوصل لكم كل شيء جديد. تأثيث صالة الشقة بأقل تكلفة وبأفضل تصميم يتطلب منكم إبداع واستغلال المساحات والمواد المتاحة بشكل ذكي. أعطيكم بعض الأفكار المبتكرة اللي راح تساعدكم في تحسين وتأثيث الصالة ونخليها أنيقة ومتناسقة وبأفضل تصميم ممكن تحصلون عليه. تابعوا الفيديو للآخر لأن بنهاية الفيديو راح أعطيكم شوية تيبس وايد مهمة تساعدكم في تأثيث الصالة. أول خطوة لازم تتبعونها إنكم ترفعون قياسات صالة الشقة. طريقة رفع قياسات الصالة تكون بهالطريقة وايد سهلة، ترسمون رسم يدوي بشكل مبسط مو احترافي للصالة وتحتاجون شريط قياس أو اللي احنا نسميه المتر ونقيس الصالة بهالطريقة. طول ضرب العرض يساوي المساحة. عقب ما رفعنا القياسات نحدد المساحة المتاحة للأثاث داخل المساحة. هالمرحلة بالذات شيء وايد مهم إن احنا نحط بعين الاعتبار مسارات الحركة بين الأثاث والجدران. مفترض إنها تكون مريحة ما بين 60 إلى 90 سنتيمتر. ندخل بمرحلة تأثيث صالة الشقة بأقل التكاليف وأفضل تصميم. هالمرحلة التخطيط لها شيء ضروري لأن السوق متنوع وحلو. ممكن أثناء التسوق نشتري شغلات ما نحتاجها وتسبب لنا تكدس داخل المساحة لأن المكان راح يكون وايد مزدحم. فوق كل هذا راح تنكسر الميزانية المحددة، وهالمشكلة الأغلب يعاني منها. بس مع أنفال العبيدلي المصممة الداخلية اللي قررت تفتح قناتها الجديدة عشان تساعدكم راح تعطيكم الحلول المناسبة. أول خطوة نحدد الميزانية، بمعنى نحدد المبلغ المناسب اللي احنا نبي ننفقه بالمساحة الواحدة على أساس نقدر نشتري الأثاث ونختاره. بعد ما حددنا الميزانية نختار النمط أو التصميم أو خلونا نقول الستايل اللي يتناسب مع حياتنا اليومية ومع متطلباتنا، وبنفس الوقت حلو إن احنا لما نختار الستايل ندور على الشيء المناسب واللي متوافق مع شخصيتنا. وبمناسبة موضوعنا عن النمط والستايلات أو التصاميم فعلوا الجرس واشتركوا بقناتي لأن راح تنزل فيديوهات بسلسلة كاملة عن كل التصاميم والأنماط اللي موجودة بالتصميم الداخلي. لما نأثث صالة شقة بمعنى الصالة ما تكون وايد كبيرة فحجمها تقريبا حجم غرف داخل البيوت الكبيرة، ضروري نكون حريصين جدا في اختيار الستايل بحيث انه يلبي كل احتياجاتنا، لأن الأغلب اللي ساكنين بشقق وصالاتهم صغيرة يستخدمون الصالة ويقسمونها كغرفة معيشة وأيضا غرفة طعام. بعد ما حددنا النمط والستايل اللي محتاجينه نحدد القطع الأساسية اللي بنشتريها.
وعشان أسهل عليكم اختيار القطع الأساسية، راجعوا صندوق الوصف راح تحصلون لينك تسوون عليه داونلود حق الشوبينج ليست، كتبت لكم إياها جاهزة تعرفون شنو متطلباتكم داخل الصالة، والملف بالكامل مجانا. وحطيت لكم صفحة زيادة داخل الملف عن طريقة الديب كلينينج حق المكان قبل لا تحطون الأثاث. خلونا نشوف لستة الشراء للقطع الأساسية شنو تحتوي. قائمة المشتريات اللي نحتاجها بتأثيث الصالة واللي تقدرون تسوون عليها داونلود من صندوق الوصف بشكل مجاني، هدية مني لكم. راح تحصلون فيها لستة تسهل عليكم عملية الشراء. عندنا الأريكة أو الصوفة، لازم نعرف عدد الأرائك اللي احنا نحتاجها حسب عدد أفراد الأسرة وحسب المساحة، وتقدرون تضيفون بعض الكراسي الملحقة للصوفة. عندنا الكوفي تيبل اللي دايما تنحط أمام الصوفة. وحدة التلفزيون عندنا مهمة، وأيضا وحدات التخزين والأرفف. عندنا الستاير والديكورات تشمل النباتات، المرايا، التحف الفنية والزهور. بالنسبة حق التكستايل لازم نكون حريصين على الوسائد انها تكون مريحة، وتغطياتها نقدر نغيرها من وقت لوقت في حال ان احنا حابين نضيف شوية اضافات وتغييرات. بعد ما حددنا لستة المشتريات، نبلش بعملية اسمها البحث والمقارنة. بعد ما حطينا اللستة لابد ان احنا نزور المتاجر والمحلات اللي نشوف اسعارها مناسبة حق البجت اللي احنا حاطينه. قبل لا نشتري لازم نشوف مواقعهم، لان اغلب هذه المحلات تسوي على الويب سايت ومواقعهم خصومات وتخفيضات وتكون خاصة اونلاين. هذا الشيء لا يطوفكم، يفترض ان انتم تشيكون عليه قبل ما تتممون عملية شراء الاثاث. خلوني اعطيكم تip بنص الفيديو. قبل عملية الشراء لابد ان انتم تحسبون قياسات الاثاث، يعني حجم الاثاث هل هو مناسب داخل المساحة ولا يطلع الاثاث اكبر من المساحة. وحساب المساحة وقياسات الأثاث، مثلا ناخذ قياس الصوفة الطول بالعرض، فعادة طول الأريكة أو الصوفة يتراوح ما بين 180 سنتي ل 250 سنتي، والعرض ما بين 80 إلى 100. عندنا طاولة القهوة، نتأكد من أن الطاولة ما تكون كبيرة وايد بحيث أنها ما تخلي في مساحة حركة كافية بين الصوفة، والطول يتراوح ما بين 100 ل 120 حسب الحاجة، والعرض من 50 ل 70. ارتفاع يكون 35 ل 40 سنتي. ضروري جدا تعرفون ان الارتفاع يكون مناسب لمقعد الصوفة، ما يكون اعلى ما يكون وايد انزل، مناسب. الحين أبي أقول لكم شيء وايد مهم، وهو استخدام القاعدة العامة للمسافات بين الأثاث. المسافة بين الأرائك والطاولة يفضل أن 45 سنتي، ممكن بالكثير إذا مساحتكم كبيرة تكون 60 سنتي عشان تكون مساحة كافية للحركة. والنصيحة أو التب اللي كنت خاشت لكم إياه لنهاية الفيديو، تقدرون تدورون على الأثاث المتعدد الاستخدامات. يعني في بعض الأحيان ممكن تلقون طاولة طعام تتحول مكتب، أو وحدة تخزين تتحول إلى طاولة، أو ممكن وحدة التلفزيون تطلع منها أرفف خارجية أو داخلية، وتشوفون الأفكار بالطريقة المناسبة حق مكانكم. بالنسبة للطاولات الجانبية اللي احنا نقول بالكويتي طاولات السيرفيس، خصوصا اذا يولنا زوار نحب نقدم لهم كل شيء عندنا، فنحب دائما نخلي طاولات سيرفيس. ممكن احنا نستخدم هذه الطاولات بافكار متعددة، تكون طاولات داخلية تدخل تحت طاولة الكوفي تيبل وتطلع وقت الحاجة، نقدر نستخدمها كطاولة او نقدر نستخدمها كراسي اضافية. عندنا فكرة مبتكرة ثانية لتأثيث صالة الشقة أقل تكاليف وأفضل تصميم، ممكن تسوون إعادة تدوير على الأثاث القديم. بمعنى إذا كان عندكم أثاث شكله حلو بس حسيتوا أن أنتوا استهلكتوه زيادة، ممكن تجددونه، ممكن تصبغونه، أو تحطون عليه شوية ديكورات ويصير شكله جديد وتستمتعون فيه بالمساحة. بالنسبة للإكسسوارات واللوحات، أنا شخصيا أفضل
لمسات الشخص نفسه تكون داخل بيته، بدل ما أروح أشتري لوحات كبيرة وأسعار غالية. عندنا الإنترنت هو وسيلة كافية إنه يطلع لنا لوحات وايد حلوة، ممكن نسوي عليها برنت اوت ونحطها ببراويز من شغلنا اليدوي، أو إحنا ممكن نسوي لوحة تعزز الروح العائلية، ممكن أكثر من فرد يشتغل باللوحة ويعلقها، أو ممكن نحط الصور الشخصية. ضروري نحط لمساتنا الشخصية اللي تعبر عنا داخل الصالة. آخر شغلة أحب أتكلم فيها بالفيديو هو استخدام المساحات الرأسية. مثلا عندنا الأرفف والجدران المعلقة، بدل ما تستخدمون الأثاث الكبير تقدرون تركبون أرفف ووحدات تخزين معلقة، تسوون وحدات بلت إن بحيث أن تعطي فخامة حق الجدران وبنفس الوقت هي تكون وحدات تخزين. أهم شيء عندي تنظيم الفوضى. نظموا الفوضى من داخل صالتكم وقت اللي انتو تبون تأثثون، شيلوا كل شيء مو محتاجينه. فاللستة اللي أنا حاطت لكم إياها هي اللستة الأساسية اللي تقدرون تسوون عليها داونلود بشكل مجاني من صندوق الوصف، هي اللي تحافظ على ميزانيتكم ولا تكسرها، بدل ما تشترون أغراض وايد وتسببون فوضى داخل المكان. ونصيحتي لكم في النهاية، طالما أن أنتم قاعدين بشقة فمعناته ممكن تتنقلون من مكان لآخر، فيفضل أن تكون قطع الأثاث مناسبة وسهلة التنقل من مكان إلى آخر. أتمنى فيديو اليوم عجبكم. معكم أنفال العبيدي، ولا تنسون تسوون سبسكرايب وتفعلون الجرس، وانتظروني بالفيديوهات القادمة.